ملف النهاردة عن واحد من أخطر وأقوى أدوية الأورام على الإطلاق. بيسموه الشيطان الأحمر، وده بسبب لونه وقوته المرعبة. اسمه العلمي الحقيقي هو دوكسوروبيسين. بس في الصيدليات هنلاقيه باسم تاني خالص. أدرياميسين، وده الاسم التجاري الأشهر ليه. طيب، بيستهدف إيه بالظبط؟ سرطان الثدي، الليمفوما، وكمان الساركوما. ونيجي للبروتوكول، وده لازم يتنفذ بمنتهى الدقة. الجرعة بتكون من 60 ل 75 ملي جرام لكل متر مربع، وطبعاً مفيش غير طريقة واحدة بس، الحقن الوريدي. والدورة بتتكرر كل 21 يوم بالظبط. لكن هنا بيجي السؤال الأخطر، إيه أكبر خطر للدواء ده؟ سمية القلب. الدواء ده بيهاجم عضلة القلب بشكل مباشر. المشكلة إن الجسم بيحتفظ بسجل، كل جرعة بتتحسب. وعشان كده في جرعة تراكمية قصوى من 450 ل 550. لو الرقم ده اتعدى بيحصل تلف دائم في القلب، مفيش رجوع. يبقى خلاصة الكلام إيه؟ ركزوا في النقط دي كويس. دوكسروبيسين الجرعة كل 21 يوم، والأهم الحد التراكمي خط أحمر. لو عايزين تعرفوا ملفات أدوية تانية اعملوا لايك وتابعونا، وما تنسوش القوة ليها تمن.